مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. هنتكلم عن معادلة جديدة مايكروسوفت أطلقتها، معادلة جميلة جدا اسمها جروب باي، هتوفر معانا وقت كتير. عندنا جدول زي ده فيه الفئة والفئة الفرعية والتاريخ والأعداد والتكلفة بتاع كل فئة. عايزين نشوف جروب باي هتعمل معانا إيه في الجدول زي ده. هنجرب أدي جروب باي. أول حاجة الرو فيلد، دي الحاجات اللي إحنا محتاجين نجمع بناء عليها. طيب الفاليو اللي هيجمعها فين اهو، نختار الكوست وخد. بعد كده بقى احلى حاجه موجوده في المعادله دي الفانكشن اللي انت محتاج تعملها في الارقام دي، عايز تجمعهم، عايز تاخد توتال البرسنت اوف توتال، عايز تعمل افريج، عايز تعمل كاونت ماكس، اي حاجه انت محتاجها. مجرد ما تختار كده، احنا بنختار سم، خلاص عمل لكل كاتيجوري التكلفه، قيمه التكلفه التوتال بتاعته قد ايه، وعمل لك توتال في الاخر. لو احنا محتاجين متوسط الارقام ديت، كل اللي علينا نمسح سم دي ونختار افريج، هتلاقي ظهر معانا متوسط الارقام دي. او لو عملنا بريسنت اوف توتال هيجيب لي النسب اهي بتاع كل جروب. ايه تاني ممكن نشوفه في جروب باي؟ خليني اوريك، نعمل دي سم، جاء نمبر. اللي ممكن نشوفه تاني في جروب باي ان انا ممكن اجمع بيانات بناء على اكتر من عمود. وده مثلا الرو فيلد بتاعنا انا مختارين كاتيجوري بس، لا انا ممكن نختار الكاتيجوري والسب كاتيجوري اهو. وكمان الفاليو ممكن نجمع اكتر من فاليو، ممكن نختار الكوانتيتي والكوست، نعمل انتر. هتلاقي ظهر معايا الجدول اللي هو بدأ يجمع الكاتيجوري والفروع بتاعته والاعداد والكوست بتاعه. طب ايه تاني ممكن نستفيده من جروب باي؟ لو احنا ضغطنا كده وبدأنا نكمل بايه المعادله الجميله دي، هنشوف اللي بعد كده عندنا اللي هو الهيلز بتاع الهيدرز. الهيدرز ده بيقول لي انت عايز البيانات من غير الهيدرز، وده النو ده الاختيار الافتراضي، او رقم واحد ده اللي هو انا محتاجه بس ما تظهرش الهيدرز ده، او اتنين ان هو يعمل هيدرز جديد، او ثلاثة ان هو يظهر الهيدرز الاساسي. لو انا اخترت مثلا الاثنين وعملت انتر، هيعمل هيدرز جديد اللي هي رو فيلد وفاليو بناء على البيانات اللي موجوده عندنا. لو احنا كملنا عشان نشوف مميزات الجروب باي عندنا بعد كده، هنلاقي حاجه اسمها التوتال. التوتال ده بقى جميل جدا، بيقدر يفيدنا ان احنا ممكن محتاجين التوتال اللي تحت ده او لا، محتاجين جراند توتال، محتاجين توتال لكل جروب. يعني مثلا احنا اخترنا جراند اند سب توتال ديت وعملنا انتر، لو بصينا هتلاقي كل جروب زي الكروسنج دي هتلاقي تحتها الجروب بتاعها من الاجمالي بتاع الاعداد واجمالي ايه الكوست بتاعها. لو انت محتاج ان انت تعمل التوتال ده في التوب، نختار ان يبقى جراند توتال والسب توتال ده في فوق الجروب وعملنا انتر، هتلاقي هنا الجراند توتال المجموع كله، وكل واحد ادي الجروب اوله التوتال بتاعه، وده الجروب اوله التوتال بتاعه. بس كده؟ لا لسه الجروب باي فيها حاجات جميله جدا. نكمل في بعد كده السورت اوردر ده، ان احنا محتاجين نرتب البيانات دي بناء على اعلى فئه موجوده في الكوست مثلا. فنختار ان العمود رقم 4 هرتب بناء عليه، فهيرتب لي كده ان ده الجروب ده هو اعلى تكلفه موجوده في الجروبات الموجوده عندي. دلوقتي احنا محتاجين نرتب العكس. كل اللي هنعمله بقى نخلي الاربعه دي سالب، هيقوم جاي مرتب التوتال بالعكس. طب نخلص كده جروب باي؟ لا لسه. شوف اللي بعده، عندنا حاجه اسمها فلتر اري جميله جدا. فلتر اري ده بقى ان انا ممكن اختار عمود معين عندي زي مثلا الكوانتيتي ده، واقول له هات لي بس اللي هو اكبر من 10. هتلاقي الجدول قل عندي لانه خد هنا البيانات، كل البيانات اللي هي اقل من 10 ما بقاش يجمعها معايا وظهرها معايا في قلب الجروب باي. معادله جميله جدا هتوفر علينا وقت كتير في الشغل. وبس كده.